هاي منى. هاي. ازاي افرش البيت وما يكونش ولا زحمه قوي ولا فاضي قوي؟ احسن حاجه في الموضوع ده قاعده ال60/40 او ببساطه تلت نسبه كف الايد قد الكوع تلتين. فعشان تبقى مستريح في البيت طبقوا مع نفس النظريه، خلي 60% من الاوضه بتاعتك مفروشه و40% مساحات فاضيه. اوضه عندنا 4x4، الأوضة دي هتبقى 16 متر مربع كده. ده الفرنيتشر واللي المفروض يكون 60% من الأوضة، والمساحة اللي بلونها باللبني دي هي المساحة اللي المفروض تكون 40% في الأوضة. يلا نحسب مع بعض. الأوضة 16 متر مربع، يعني 9.6 منهم فرش و6.4 منهم فاضي. بحسبة بسيطة هنحسب بقى كل مساحات الفرش بتاعنا. السرير مثلا 2.2 في 2.2 يعني 4.8. هنجمع كل المساحات دي علشان في الآخر نعرف الأوضة هتبقى فيها فرش قد ايه. طلع فيها 8.9 فرش من 9.6. فكده محتاجين نحط حاجة كمان في الأوضة عشان الأوضة ما تبقاش فاضية ونبقى مالينا 60%. وهنا حطينا كاوتش اللي من غيرها الأوضة كانت هتبقى فاضية ومش متزنة.